في قلب ولاية ألاسكا المتلجة كانت في مدينة هادية وصغيرة اسمها نوم. الناس فيها كانوا عايشين في سلام وهدوء وسط التلج الأبيض اللي مغطي كل شيء. لكن في سنة 1925 تحصل الكارثة اللي محدش كان يتوقع. الأطفال بدأوا يمرضوا واحد ورا التاني فجأة. التشخيص كان صدمة للكل، ديفتيريا. المرض رهيب فتاك منتشر بسرعة، كان بيزيد كل دقيقة والأطفال كانوا معرضين للموت. الدواء الوحيد كان على بعد 1000 ميل في مدينة أنكوراج، لكن إزاي هيوصل وفي عاصفة ثلجية عنيفة قفلت كل الطرق؟ الطيارات مش قادرة تطير والقطارات اتجمدت على قضبانها. الأمل كان بيختفي وسط اليأس. مفيش غير حل واحد جريء، هي الزلاجات اللي بيجرها الكلاب في ألاسكا، والأبطال اللي هيقودوا الزلاجات دي وسط التلج والعواصف عشان تنقذ مدينة كلها صغيرة من الموت. كان في كلب أسطوري اسمه توجو وصاحبه ليوناردو سيبالا انطلقوا في قلب العاصفة الثلجية في درجة حرارة وصلت ل50 تحت الصفر. الرياح كانت بتقطع في وشوشهم، لكن توجو كان شايف الطريق وسط الضلمة والثلج المتراكم. كان لازم يعبروا مياه متجمدة بتتكسر في أي وقت، لكن الكلب بذكائه الخارق قدروا يقطعوا أكثر من 260 كيلو في ظروف صعبة. الكلب بذكائه كان عارف إنه ما كانش بيجر زلاجة، كان بيجر مصير مدينة كاملة على ظهره. وأخيرا وصل توجو لنقطة التسليم وهو منهك تماما، وهناك كان مستنيه الكلب بالتو عشان يكمل المهمة. بالتو وصاحبه جوناثان استلموا صندوق الدواء المهم جدا وانطلقوا في المرحلة الأخيرة في السباق مع الزمن. العاصفة كانت في أقصى قوتها لدرجة إن الطريق اختفى تماما تحت التلج، لكن بالتو اعتمد على حاسة الشم وغريزته اللي من غيرهم كان هيقعوا في نهر متجمد. وفي خلال 5 أيام من الجري المتواصل توقف بالتو أخيرا لمدينة نوم. الناس خرجت تستقبله وهم مش مصدقين، دموع الفرح في عينيهم. الدواء وصل والأطفال انقذوا أخيرا ومدينة رجعت ليها الحياة من تاني. الرحلة دي اتعرفت في التاريخ بسباق المصل العظيم، وتوجو وبالتو اتحولوا لرموز عالمية للشجاعة والإخلاص والوفاء. قصتهم بتفكرنا إن البطولة والشجاعة مش بس للبشر، أحيانا بتيجي من الحيوانات الوفية زي الكلاب اللي بتغامر بحياتها عشان تنقذنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك قصص ملهمة زي دي.